العظام الصج من يوصل افريقيا الا العم الرومي وصل هناك وياب العبنده. سمعت؟ وزعهم. هذا صدق. ها تبي الصج هذا؟ اي عبنده هني. لف الكاميرا. اسمعني. هذا صدق ويا العبد. هذا الصج. اي عبنده هني. بالكويت. بالكويت او غير الكويت ما له. انا خذيت ترى. خذيت انا على العبيد. اللي ما له عم انا عمه. انت عمه. اللي ما له عم انا عمه. انزين منو العم منو اللي جابكم؟ يا ابن العم الرومي يا ابن الرومي يا ابن العبيد كلها ورب الكعبه. اي هذا صدق. ما اي صدق. ما عليك من الحين عبنده كل واحد انا والله ماني عاد. دعوه ما تعبد ماني جاي. رب الكعبه ماني والله. انت بافريقيا شايفك. انا ماني عاد. يقول انا ماني عاد. انا ماني عاد. اي شنو يعني؟ وين انت؟ رحت افريقيا. اوروبي يعني. شنو اوروبي انت؟ حتى اوروبا خذوهم. صح صح. بس العب يا الله يابهم. اقول لك. اسمعني. يقول. السوالف هذه كلها ما لك شغل عنهم. الحين الشباب كل واحد يقول لي انا شنو انا؟ روح عبنده العيد شنو؟ اي والله. يقول لك النار بدون دخان بدون نار، والعبد بدون عم مو عبد. صح. بسم الله الرحمن الرحيم. انا الحين بنرد على الخال الكويتي ذا وبنقول له يعني اول شيء مساكم الله بالخير اهل الكويت، والرجال ذا ما ادري والله وين جانا منه، يطري العبيد وما العبيد. اول شيء كلمة عبيد هذه ما عاد احد يقولها. وثاني شيء يوم انه يقول انا والرومي جاب العبيد، اتوقع لو ان الرومي وصل افريقيا ذاك الوقت ما عاد رجع، كان الحين الرومي محل خنازيرهم في ذاك. لكن نقول ما دامه يقول ما فيه العبد اللي ما له عم، لا هو اللي ما له عم. الظاهر ان يوم الرومي جابه ما جاب اخوه، عشان كذا الضعيف يقول ما لي عم. ولا لنا عمان ولنا خوال ولنا جدان ولنا اهل، وفي كل العالم مو بعد في بس في الجزيره العربيه، في العالم كله منتشرين. يا الله لك الحمد، ويا الله لك الحمد انه في الجزيره العربيه. والحمار الكويتي هذا، الخال الكويتي هذا، والله ما حرام تقول عليه خال. هذا حمار. ودك والله قسم بالله العظيم هذا ودك نجيبه طال عمرك هنا ونخليه يسرح مع الغنم، نشد عليه القرب والمطارات يعني يروح يجي مع الغنم. حمار ثور دربي راسه رايح جاي. ولا وش العبيد ويتبطح لي فوق الكرسي وحاط لي واحد مقابله في مكتب. العلم والله العلم دارك. انت ما ادري شلون دخلت المكتب، وش اللي دخلك المكتب؟ حلوك استح على وجهك. عبيد وما عبيد، كأنك تعبد الخلا مجنون صدق. لأن ابوك العالم تطورت، العالم وصلت القمر وانت عبيد، ولا جاب العبيد ودى العبيد. لأن ابوك هذا هو العبد، حاكم امريكا يا الثور. مرت عليك وانت قاعد تتبطح لي فوق هالكنب اللي عندك، فوق القنفات على قولتكم. والله العظيم. على العموم نقول الله يسامحك يا الخال، والله يردك لعقلك بس، لانك الظاهر انك مجنون سكران. لو انك سكران ما تسوي كذا، انت مهبول. ترى عندنا طب شعبي نكويك كوي نعطيك صليب على راسك.